تعال أعلمك تضبط حساسية الهيب فاير بأسرع طريقة ممكنة. بس قبل لازم تعرف إنه الهيب فاير بيعتمد على حركتك أكثر من حساسيتك. وتعال نوضح بسرعة. راح نبدأ الرمي بسحبة خفيفة مع حركة منتظمة للجويستيك، وشفت الإيم كيف راح يكون. أما إذا تحركنا حركة عشوائية أو حركة سيئة في الجويستيك فأنت شفت كيف الهيب فاير ضاع. وأكيد بتعرفوا أن تلقي شرح الجويستيك والتحركات. والحساسية المناسبة راح تختلف معك حسب حجم جهازك أنت، وحسب حركة إيدك إذا أنك كنت تلعب جيروسكوب حركة إيدك بطيئة أو سريعة، وحسب حركة إصبعك على الشاشة. فهسه تعال أعلمك كيف تبني حساسية مناسبة. أنت قاعد بتشوف إني عامل حساسية مخصصة للأنفور، وهي الحساسية مخليها أبطأ من الحساسية العادية. ليش؟ عشان لازم يكون معي ثابت الإيم على الخصم في المسافات المتوسطة أو البعيدة، وبنفس الوقت يكون إيمي سريع وبقدر أحركه بطريقة مناسبة في المسافات القريبة، عشان في المسافات القريبة راح تبين حركة الخصم بشكل أكبر. لا تنسى اللايك، وإذا بتحب تشترك في مسابقة على كود استخدام مجاني لبرنامج البنج فالتليجرام بالبايو.